الأمم المتحدة معترفة أن الجزائر كانت فيها 100 دار تاع طوب وفيها خيم تاع اللاجئين اللي جابهم الجفاف من دولة مجاورة والجي جي اف. انت بتتكلم جد؟ الواقع هذا هو. لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. الجزائر كانت تداس بالاقدام وفخورين بها. برافو عليك، ما عندي مثال. لما نوصف بلادي نوصفها باوصاف بائده: اكل الدهر عليها وشرب وغسل يديه. ديزولي انت. يسمحوا لنا اللي ما يامنوش بهذه الامور احنا نامنوا بها. لا اله الا الله. الجزائري وصلت عار على البشريه. ايوه قلتش حاجه انا بقى. يعني حتى الخصوم تاعنا ما همش فاهمين واش صرا في هذه البلاد هذه. زعزع استقرارها الى يومنا هذا. ونعرف بلي تقهقرنا. راك خليتها لي ولد عمي، راك خليتها ابن عمي، راك خليتها، راك ما خليت دوله ما زرتهاش وما يكسرهاش بابها الحلو بالنم. احنا ماذا بينا كل جزائري وكل جزائريه يكره بلاده، وتزيد هذه الكراهيه تزيد توصل من جيل لجيل.